عاشقی و دانایی تو به زمان اسم کردن بریم اسم کردن بریم کرد جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم کردن رنگ کور و شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کردن بریم اسم کردن بریم کرد جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم کردن مریا و کی مثل دینیمان و پادیمان هر اجتماع دینیمان و پادیمان کرد و کردستان اسم کردن بریم اسم کردن بریم جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن لاوی کرد را کوی سرفی و شیران بابروی نشید بکن تاج جهان بابروی نشید بکن تاج جهان اسم کردن بریم اسم کردن بریم کرد جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن کردنون حاضر و آمادنه جان فدان جان فدا هر جان فدا جان فدان جان فدا هر جان فدا. مساء الخير مشاهدي بيف تي في الكرام، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد مولد النبوي، عفوا بمناسبة عيد رأس السنة وعيد كريسمس، وكل إخواننا المسيحيين بألف خير، وكل شعبنا ووطننا وكل أحرار العالم بألف خير. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حواراتنا، والتي نناقش فيها اليوم موضوعا هاما جدا جدا ومتعدد المفاهيم والتعريفات السياسية والقانونية المعقدة بتفاصيلها الدقيقة، ألا وهو الوطن والانتماء الواقعي له. وقياسا على ذلك، فهل سوريا وطن للجميع لجميع أبنائها من كافة مكوناتها القومية والدينية؟ يا أحبائي الأفاضل، كل ذلك سنناقشه تحت عنوان وطننا والضياع بين المفاهيم الوطنية مع الضيفين الكريمين الدكتور يحيى العريضي، وهو سياسي سوري معروف من محافظة السويداء، وحاصل على دكتوراه بالأدب الإنجليزي من جامعة تاون في واشنطن، وأول عميد لكلية الإعلام بجامعة دمشق. أهلا وسهلا دكتور يحيى العريضي، نورتنا. أهلا وسهلا بكم. كما نرحب بالدكتور إسماعيل حساف، وهو أكاديمي وسياسي وكاتب كردي سوري معروف، وبروفيسور في جامعة صلاح الدين بأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، كلية الآداب قسم التاريخ. أهلا وسهلا دكتور إسماعيل، نورتنا. سباس. دكتور البرنامج باللغة العربية طبعا دكتور إسماعيل. شكرا. دكتور يحيى، بداية حبذا لو نعرف الوطن قانونيا وسياسيا وروحيا، أقصد بالانتماء الروحي. تفضل دكتور يحيى. مساء الخير وعيد ميلاد سعيد لشعبنا السوري، وسنة جديدة لهذا الشعب الذي ذاق الويلات، ونأمل أن يكون ميلاد سوريا الجديدة قريب. شكرا دكتور سليمان، وشكرا لضيفك الكريم. ولفتني في بداية البرنامج تلك العبارات الموجودة في النشيد: Let no one say that
the Kurds are dead. لا يمكن لأحد أن يقول أن الكرد ماتوا أو ميتين. هم أحياء وهم أهلنا وهم أصحاب حق وأصحاب مظلومية، وعاشوا مثل كل الشعب السوري لفترة زمنية قاربت النصف قرن من الويلات والظلم والاضطهاد والاستبداد على يد عصابة استهدفت كل ملمح من ملامح حياتهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. موتت كل شيء، لكن بامتلاكهم قوة الجبابرة استطاعوا الصمود خلال كل هذه العقود، وخاصة هذا العقد الماضي، حيث استخدم هذا النظام الفاجر مختلف أنواع الأسلحة، واستدعى كل ميليشيات القتل، ثم اضطر لاستخدام قوة عظمى تحميه بالفيتو سياسيا في مجلس الأمن، ويستمر باضطهاد السوريين. لكن كل ذلك الكابوس لابد أن ينتهي بتعاضد السوريين جميعا مهما اختلفت انتماءاتهم أو ديانتهم أو قومياتهم أو أي شيء آخر يمكن أن يصنفوا بناء عليه. هم واحد، وهم هتفوا منذ البداية، منذ بداية انتفاضتهم، هتفوا واحد واحد، الشعب السوري واحد. وهذا شيء مهم جدا بالنسبة للجميع. فالنجاة ليست لفرد وليست لمجموعة، بل النجاة جماعية، وخاصة الذين لا زالوا يرزحون تحت ربط المنظومة الاستبدادية. الوطن الذي نريده وطن للجميع، سياسيا وحقوقيا، وليس هناك مظلوميات. ليس لي فضل بأن أقف إلى جانبك كأخي سوري، وليس لك فضل بذلك. إذا كنت مظلوما فأنا بشكل آلي مظلوم. ومن هنا الوطن نريده تحت سقف القانون، الكل متساوي في بلد ديمقراطي يحكمه شعبه، لا منظومة استبدادية قاتلة جربت كل أصناف الأسلحة عليه. هذا الذي نريده، وأعتقد أنه أضحى قريبا بجهود كثيرة. أشكرك دكتور يحيى على هذه المشاعر. دكتور، طبعا ليس الكرد فقط في سوريا، إنما في الأجزاء الأربعة من كردستان بالمنطقة، في تركيا، في ورسالتهم دائما رسالة سلام ومحبة. دكتور، أشكرك جدا على هذه المشاعر. الدكتور إسماعيل حساف، نورتنا مرة أخرى. حبذا لو نعرف الوطن سياسيا وقانونيا وروحيا. دكتور، السؤال نفسه موجه لك، تفضل. شكرا أستاذ سليمان، وأحيي ضيفك الدكتور يحيى العريضي، وهو ابن أبناء أعمامنا الدروز. نرحب به، وهو شخصية أكاديمية أيضا. وأشكر
دعوتنا لهذا الحوار الذي نأمل فيه أن يكون إسهاما مفيدا نحو تأسيس سوريا، جمهورية سوريا الاتحادية الديمقراطية التعددية القادمة لجميع السوريين بكافة قومياته وأطيافه. حقيقة نحن لا نستطيع التحدث عن الوطن قبل أن أعطي مقدمة حول نشوء سوريا الحديثة. نحن أمام جملة من المفاهيم والمصطلحات التي هي من نتاج بنية العقل الآخر الرافض لوجود القوميات والطوائف الدينية في سوريا. وهذه المفاهيم حقيقة ليس فقط تعرقل المسار الديمقراطي في سوريا وبناء الدولة الجديدة أمنا واستقرارا، وإنما هذه الأفكار تؤسس لبناء طغمة جديدة في سوريا القادمة إذا كان بقينا على هذه المفاهيم والمصطلحات. حول نشوء سوريا، قبل أن ننطلق من المفاهيم الوطن، أرى إعطاء بعض التصنيفات أو بعض المعلومات عن الوضع الكردي ونشوء سوريا الحديثة إذا سمحت. تفضل. في القرن الثامن عشر أرسلت الدنمارك رحالة معروفة إلى الشرق وهو كارستين نيبور لدراسة المنطقة والتوقف عند سكانها. وعندما عاد إلى بلده نشر كتابا عن رحلاته باللغة الألمانية فيها خرائط للمناطق التي زارها، ومن ضمنها في عام 1764 زار الجزيرة السورية. وفي كتابه هذا كتب عليها على الخارطة حسب الأبجدية الألمانية أسماء العشائر الكردية الموجودة في الجزيرة في تلك الفترة، وهي 5 عشائر من الشرق إلى الغرب، وهي آشيتان، ملان، تشيشانيان، كيكان، دقوريان، وذكر اسم عشيرة عربية واحدة هي عشيرة طي. وهذا العالم مشهور ويوجد له معهد باسمه في جامعة كوبنهاجن. إن خارطة نيبوهر ذات أهمية تاريخية تشير إلى قدم التواجد الكردي في هذه المنطقة في الجزيرة، وهي بحد ذاتها تكذيب للادعاءات الشوفينيين وللفكر البعثي العفلقي الذي تجاهل أو أنكر وجود الكرد وربط وجود الكرد بثورة 1925 في تركيا، يعني الهجرة الكردية على أساس تمت في تلك الفترة. في القرن التاسع عشر كان حق تقرير المصير قائما على دعامتين أساسيتين: الدعامة القومية على أساس المعنى الإثنولوجي، والدعامة الثانية الحريات الفردية. وقد عبر الرئيس الأمريكي آنذاك وودرو ويلسون عن هذا الحق بدعامتيه في نقاطه 14. أعطى 3 أمثلة لتطبيق مبدأ القوميات وحق تقرير المصير للشعوب في الفصل الخاص بمبدأ الانتداب، وذكر اسميا 3 بلاد يميز عن تركيا يجب سلخها عن الإمبراطورية العثمانية ومنحها الاستقلال بعد فترة قصيرة توضع تحت الانتداب الدولي للعصبة. وهذه البلاد سماها بالترتيب أرمينيا، كردستان، أراك. وكانت كردستان المقصودة في ذلك الوقت هي العثمانية، حاليا موزعة بين العراق وتركيا وسوريا.
في 23 كانون الأول 1920 جرى في باريس التوقيع على المعاهدة الأنجلو فرنسية التي حددت الأراضي الواقعة تحت حكم انتداب الدولتين العظميين في سوريا والعراق. واعتبارا من هذا التاريخ يبدأ اسميا كردستان الغربية، يعني كردستان سوريا. وفي 19 آذار 1921 وقع وزير خارجية فرنسا آنذاك بريان مع وزير خارجية تركيا المجلس الوطني التركي بكر سامي بيك اتفاقية تضمنت الحدود التركية السورية التي مست أراضي كردستان. ووفقا لاتفاقية أنقرة في 1921 والتي عرفت بمعاهدة فرانكلو بويلون، تم فصل كردستان سوريا نهائيا عن شمال كردستان وألحق بمنطقة الانتداب الفرنسي من خلال دمج قوميتين مختلفتين انتماء وثقافة، وهما القومية العربية والقومية الكردية، إضافة إلى المكونات الإثنية الأخرى، ودمج الجميع في كيان موحد مركب بالضد من مصالحهم القومية والاجتماعية. وفي البند الثالث عشر هذه الاتفاقية في رسم الحدود اللي نص على حق السكان المحليين الكرد في التنقل بين الدولتين بحسب وجود ممتلكاتهم آنذاك. وعند خروج الفرنسيين 46 رفع الشكري القواتلي رئيس سوريا آنذاك على سارية دار الحكومة علم الاستقلال، معلنا أنه لن يرتفع فوقها بعد الآن إلا علم الوحدة العربية، وكان ذلك إذانا بالسير على النهج العروبي الشوفيني. في البند الثاني من القرار رقم 2392 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بدولة سوريا، هذه فقرة مهمة جدا، موقع من تاج الدين الحسني لما كانت تاج الدين الحسيني لما كانت حكومة الجمهورية التركية أعادت إلى الدولة السورية بعض الأراضي بناء على اتفاق الموقع عليه في أنقرة بتاريخ 29 حزيران 1929 بشأن تعيين الحدود التركية السورية وتثبيتها باتفاقية دولية. وكانت المصلحة تقتضي بالنظر إلى بعد هذه الأراضي بتشكيل لواء منطقة الجزيرة لترويج مصالح الأهليين، وعلى اقتراح وزير الداخلية يقرر يشكل لواء في الجزيرة مركز الحسكة ويضم قضائي الحسكة والقامشلي والأراضي المنسلخة عن تركيا والملحقة. هذه عبارة والملحقة هذه طبعا من رئيس الوزراء آنذاك تاج الدين الحسيني، المنطقة الملحقة بالدولة السورية بين حدود قضاء القامشلي ونهر الدجلة. وطبعا هذه الاتفاقية منشورة في جريدة العاصمة آنذاك العدد 17 دمشق 15/9/1930. حتى أن تركيا آنذاك دعت بأن هذه الجزيرة هي التابعة لتركيا بسبب التركيبة السكانية الغير متجانسة الذين يختلفون عن العرب. يعني هذه بشكل عام بعض التصورات. حتى أن أحد التقارير السرية الفرنسية آنذاك، وهي تقرير وزارة الخارجية الفرنسية المخطط خلال البرقية السرية في 6 آب، أرسلتها ميليران إلى رئيس وزراء فرنسا إلى غورو أن النظام الذي يستجيب بصورة أفضل لمصالح سوريا ومصالحنا سلسلة دولة مستقلة جمهورية الشكل تتناسب مع توزع العراق والديانات والحضارات، مستبعدا عن ذلك الأراضي الكردية في الجزيرة، معللا بذلك بأنها لا تربطها أي رابطة قومية مع سوريا. يعني الآن هذه بعض الحقائق عن سنعود إليها دكتور إسماعيل نشوء سوريا. وهذه البداية طبعا نحن الآن يعني ضمن دولة واحدة وسوريين، لكن يعني هذه المسائل حتى نرد على بعض الأفكار التي ترفض يعني وجود القومي الكردي في سوريا. هذه كمقدمة. تمام دكتور، سنعود إليك بعد أن ننقل ما قلته للدكتور يحيى العريضي. دكتور يحيى، دكتور إسماعيل سرد الوثائق التاريخية إن كانت دولية أو محلية تؤكد وجود شعب يعيش على أرضه تاريخية في سوريا.
فلماذا الآن النظام والمعارضات بشكل عام ترفض الاعتراف بالوجود القومي الكردي في سوريا؟ لماذا يصرون على أن يكون اسم حتى اسم الجمهورية العربية، اسم سوريا الجمهورية العربية السورية؟ الائتلاف والمعارضة بشكل عام لحد الآن يرفضون تغيير الاسم. فلماذا هذا النكران للآخر أو إلغاء الآخر، عدم الاعتراف بالآخر؟ تفضل دكتور يحيى. حقيقة مشكور دكتور اسماعيل على هذه المقدمة المكثفة الموثقة، والتي تبين أن أهلنا الكرد لهم كيانهم، لهم قوميتهم، لهم حقهم. لكن دعني أقول للأخ إسماعيل ولحضرتك ولمن يتابعنا الآن، مع وجود الكرد، الأخوة الكرد في تركيا، في إيران، في العراق، بشكل محسوس، ليس بقدرتي ولا بقدرتي ولا بقدرتك ولا بقدرة أحد الآن أن يقرر المصير للأمور، لا في تركيا ولا في إيران ولا في العراق ولا في سوريا. الآن الوضع المتبين بالنسبة لنا كسوريين أننا نريد أن ننقذ بلدنا بشكل أساسي، وهذا ما دعوت إليه في مقدمتي، بأن هناك مظلومية وتلحق الجميع، وكانت فعليا بارزة أكثر بخصوص الأخوة الكرد. الآن المسألة مختلفة نسبيا علي العفلقي أو البعثي أو الأسدي أو ما شابه ذلك، ليس مختلفا عما كان يحدث في العراق ولا عما كان يحدث في إيران ولا ما يحدث في تركيا. الأمور بشكل عام لها هذا الطابع. جميل أن نستشهد بمؤرخ ورحالة وأن يتحدث عن عشائر وعن عشيرة. على سبيل المثال قد يأتيك 3 أو 4 أو 5 عشائر أخرى سميت مجموعة، قد يكون 10 أضعاف العدد، لكن هذا أمر قد يضللنا، قد يحرف الانتباه عن الواقع الذي نعيشه الآن. بالنسبة لنا كما ذكرت، لا نستطيع أن نغير شيء بهذا إلا إذا كنا يد واحدة، وأقرينا جميعا بأن المظلومية تلحق الجميع، وأن الأمر الوحيد الذي يمكن أن ينجينا هو أن نكون يد واحدة، لنكون في وطن يحكمه القانون والكل يلتزم بذلك، ولا فضل لشخص على آخر ولا تمييز لإنسان على آخر، وحق الجميع محفوظ ضمن نواظم قانونية تنظم حياة الجميع. الآن وهذا الواقع الموجود، وكما يقال هذه الواقعة أمامنا في حالة نزف مستمر. وآتي الآن أن أقول كما أرى على سبيل المثال بيت في حالة تدمير، ويأتي أحد الأبناء ويقول أنا أريد حصتي مميزة، أريد كذا ألف، أريد الأرض الفلانية، أريد البيت الفلاني، أريد كذا كذا. الآن المسألة تأخذ هذا الشكل. ربما أخوته يقولون له دعنا نلملم ما بين يدينا ثم ننطلق. أنا أحاول أبسط الأمور حتى يكون هناك حقيقة تجاوز لما نحن به. إذا بقي هذا التناقض موجود وبقيت تلك الحدية وذلك التراشق، المستفيد الوحيد هو المضطهد الأزلي الذي سبب هذه المظلومية، الذي سبب هذا الاضطهاد، الذي استمد كل هذا الوقت، هو الذي يرتاح، وكل من يعادي الجميع
أكان الكرد، أكان العرب، كل من يعاديهم عمليا، لأن لا انتماء له، ليس إسلاميا بالمطلق، ليس عربيا بالمطلق، ليس كرديا بالمطلق، له ديانة واحدة هي ديانة الاستبداد، وهو يستبد بالجميع. هذا هو الهدف الآن الذي أسعى إليه حتى أنقذ هذا الوطن. تقول لي إن لم أحصل على حقي الآن في هذه الفترة الزمنية، وإن لم يقر إخوتي بهذا الموضوع، فأنا في مشكلة. أقول لك معك حق تماما، وسيكون هناك تمييز فعلي، وسيكون هناك لحظ أساسي. دعني أكمل هذه العبارة. لحظ أساسي في الضوابط الناظمة للحياة السياسية السورية في الدستور لهذه المسائل. هناك إخوة لنا، كان من الكرد، كان من السوريين، كان من التركمان، كان من مختلف الأقليات. الآن هناك مشكلة ستلحظ قانونيا في الأدبيات القادمة الناظمة للحياة السورية. وبالتأكيد إذا كنا جميعا متساويين تحت القانون، تحت سقف الوطن، أعتقد ذلك هو الطريق للنجاة. تمام دكتور، سأرد عليك بنفس مثالك. إذا كان رب البيت أو الوالد ظالما مضطهدا يفضل أحدا على الآخر، فلذلك من حق من بده يشارك بذلك بناء ذلك البيت أن يضمن حقه وفق الدستور، وفق القانون الذي أنت ذكرت أنه هناك ضوابط. فيجب أن يكون هناك يعني اعتراف من الإخوة الثانيين بأن يكون اللي بده يعمر هذا البيت ضمان بالمستقبل له غرفة بذلك البيت. الآن نرى دكتور للأسف غالبية المعارضات، وأنت أحد المعارضين الذين نفتخر بهم، غالبية المعارضات أو إن لم نقل كل المعارضات والرئيسية خاصة الائتلاف السوري لحد الآن يرفضوا حكم التعدد الفيدرالي. أحد الكتاب المثقفين الكبار العرب، لا أريد أن أسميه ولكن كان صديقا عزيزا، وحينما قلت له الفيدرالية انجن جنونه. لماذا هذه النكران لحق الآخر؟ يعني لنتحد في سبيل نردع ظلم الأب عن ذلك البيت. دكتور سليمان، حقيقة الأمر دع السوريين جميعا يقرروا الشكل السياسي لحياتهم المستقبلية. تكون لهذه الدولة الصفة الفلانية وهي لا زالت عليلة ولا زالت تحت سلطة الاستبداد، ولا زال جملات على أرضها، ولا زال الروس يتحكمون بمصيرها والإيرانيون. أنا أريد فقط أن نخلص هذا البلد من تلك المنظومة الاستبدادية ومن جملة الاحتلالات، وجميعا هم الذين يقررون النمط السياسي والشكل السياسي لبلدهم. بالتأكيد اللامركزية مسألة مهمة جدا، لكن لا أريدها أن تؤدي إلى سوريا بطريقها إلى البعثرة إن لم نكن يد واحدة ونشعر بمظلوميات بعضنا ونشعر بالاضطهاد الذي تعرضنا له طيلة كل هذه السنوات. كما قلت في حديثي في البداية، قلت أن الأخوة الكرد تعرضوا لمظلومية قاسية وكنا نرقب ذلك ونلاحظه، لكن كما يقال بالعامية ما باليد حيلة. هناك حالة مضطهدة ليس لهم، هم بالعلن ولا بسرية وبهدوء لكل الناس، نحكم من قبل عصابة استبدادية ظالمة. الآن دعنا نكون يد واحد وسنقرر في المستقبل بشكل طبيعي كيف يكون الشكل الذي تكون عليه لا مركزية. تمام. إدارية مسألة مهمة جدا، ويجب ألا تدار على سبيل المثال، ألا يدار
لماذا تتحفظ على كلمة اتحادية فيدرالية دكتور؟ لماذا تتحفظ؟ لا تجري. لا تعرف بثقافاته. ليست المسألة مسألة تحفظ، وليست المسألة مسألة نص الحق الدستوري الآن ليقرر السوريون كل ذلك. ما يمكن أن ينتج عندما تضع دستورا للبلاد سوف يعرض للاستفتاء وسيقرر ذلك السوريون. ليست أنا وأنت والأخ إسماعيل من نقررها. المسألة ببساطة شديدة الكل سيؤخذ بعين الاعتبار. لا يعني على الإطلاق أن ألغيك ولا أقبل ذلك، وبالوقت نفسه يجب ألا تسمح لنفسك أن تلغيني. بمعنى آخر، أنا لا أقصدك وأقصد نفسي، أقصد الإنسان السوري عندما تستوي حقوقه مع الإنسان السوري الآخر، مهما اختلفت ديانته أو ثقافته أو انتماءه الأثني أو هو الجامع للجميع. نحن سوريون وثقافاتنا يجب أن تحترم، لغاتنا يجب أن تحترم، دياناتنا يجب أن تحترم، تنوعنا يعطينا قوة حقيقية. هذا ليس كلاما إنشائيا يمكن أن يقال على الإطلاق، وليس استذكارا للكلام البحثي الذي كان يقال شيء وفي الخفاء شيء آخر. أقول لك هذا القول منسجم تماما مع ظاهره وباطنه. أريدك أن تكون حرا، لا أسمح لنفسي ولا أسمح لأحد أن يظلمك أو يبتز حقك. في الوقت نفسه أتوقع منك كأخي في أي مكان أن تقابلني أو تشاركني هذا الموقف، هذا الإحساس، هذا التوجه من أجل إنقاذ بلدنا. تمام، أشكرك دكتور. سنعود إلى الدكتور إسماعيل. ذكر الدكتور يحيى العريضي أنه يجب أولا التخلص بما معناها من هذا حكم هذه العصابة الإجرامية، العصابة الأسدية. ولكن دكتور، وأنت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني الكردي الذي هو عضو بالائتلاف السوري الرافض حتى لتغيير اسم سوريا، الرافض لتغيير اسم سوريا من الجمهورية العربية السورية إلى جمهورية سوريا. دكتور إسماعيل حساف، غادرنا ما بعرف في إشكالية بالنت يبدو. دكتور يحيى، نعود إليك لريثما يعود دكتور إسماعيل. دكتور، ما قلته كلام جميل وأحاسيس جميلة، وأعرفك شخصيا صاحب مواقف وطنية مشرفة دكتور، ولكن خلينا نكون واقعيين. أنا الآن أنا وأنت الآن ليس لنا وطن، يعني لا نستطيع أن نذهب إلى سوريا إن كان عربيا كرديا مسيحيا مسلما. كله الآن سوريا أصبحت عبارة عن مزرعة لعصابة أسدية. يجب أن نحررها، يجب أن نعيدها لأبنائها. ولكن حينما أريد أرى أحد الأبناء يضع يده مع المحتل لقمع أخي الآخر كما تفعل تركيا، ما تفعله تركيا في إدلب، في عفرين، في رأس العين، في تل أبيض، كل يوم إجرام وإرهاب تركي منظم، وهناك تغيير ديموغرافي للمناطق الكردية تحديدا. يعني لماذا عندما أرى هذه المعارضة تقف مع تركيا، كيف بدي أثق وأبني معه الوطن الذي نرنو إليه جميعا ليكون للجميع؟ أخي سليمان، في معرض حديثك تذكر الائتلاف، تذكر بعض الجهات المعارضة. أنا أتحدث لك كمواطن سوري، أتحدث لك كجزء من هذه الانتفاضة السورية للخلاص من الاستبداد ولعودة هذا الوطن لأهله، وليس لعصابة، وليس لتقديم مخابرات العالمية وتقديم مختلف الخدمات لها. ليس غريبا أن تصمد هذه المنظومة الاستبدادية كل هذه السنوات
إلا لأنها قدمت خدمات جليلة لمختلف الاستخبارات العالمية حتى تدعمها وحتى تنال ذلك الدعم من قوة عالمية. روسيا كان على صعيد عسكري، سوخوي تذكر ما فعلت في السوريين، والفيتو في مجلس الأمن الذي حمى منظومة الاستبداد. عمليا تذكر تلك الجهات. أنا لست في موقع الدفاع عن أحد، أنا أدافع عن ذلك الإنسان السوري مهما كان شكله، مهما اختلفت انتماءاتهم أو إيماناتهم أو أي شيء آخر. أريدهم لهذا البلد المساهم بالحضارة الإنسانية أن يضعوه ثانية على سكة الحياة، وأن نشترك جميعا في هذا الأمر. وأي فرقة موجودة الآن أو أي صراع أو أي توتر موجود بين الأطراف المظلومة جميعا هو عمليا حصانة واستمرار لهذه المنظومة الاستبدادية. لن تحصل على حقك ولن أحصل على حقي، ولن ترفع المظلومية لا عنك ولا عني ولا عن أي سوري إذا استمر هذا التوتر واستمرت المنظومة في حكم والسيطرة على الجميع. من جانب آخر تتحدث عن بعض الدول التي تستهدف. دكتور، في الأستاذ خليل قادر بيسألك الأستاذ العريضي، هل بالإمكان البحث عن حل مثالي يرضي كل الأطراف، يقصد الأطراف السورية وحل وجل أطراف المعارضة السورية، عربا كانوا أم كردا، يمثلون أجندات الدول التي تحميهم؟ أو سأزيد في الموضوع أكثر اللي مشغليهم وداعميهم بالسلاح. يعني هذا السؤال يردده غالبية الشعب السوري يعني تقريبا. نعم. السؤال يقال بالإنجليزية this is the $1,000,000 question، يعني سؤال المليون. هل هناك حل يرضي الجميع؟ لا أعتقد أنه سيكون هناك حل يرضي الجميع. نحن نقوم من حالة عليلة جدا، كما ذكرت في حديثي 5 عقود، وقبلها حالة من الاستقرار في سوريا، المستعمر الفرنسي من هنا، وكانت سوريا تنام على نظام وتصحى على انقلاب. قبلها 400 عام من الاحتلال العثماني لمنطقتنا، أيضا ذلك كان صعبا جدا وأثر على المسيرة الحضارية والثقافية والبنائية لتلك المنطقة. بعد ذلك عام 1970 حتى 2020 نصف قرن من الزمن تدجنت الحياة، الكل بحالة اضطهاد. لا أريد أن أسرد السردة التاريخية. الآن ما تبقى بين يدينا خلال العقد الزمني من هذه المأساة التي تعيشها سوريا عمليا أشياء مهمة جدا، ويجب ألا نشعر بحالة الإحباط. هناك قرارات دولية بين يدينا وتحفظ الحق السوري، لكن علينا التمترس عندها. هناك ملفات إجرامية قام بها هذا النظام وهي حية وتتابع. ثالثا والأهم، مختلف مكوناتها إن لم تكن بشكل بيد واحدة وتؤجل مظلومياتها الخاصة الآن، لأن من يستفيد من هذه المظلوميات الخاصة هو تلك القوى الخارجية المتدخلة بالشأن السوري والتي تريد لنا أن نكون متفتتين، وأيضا تلك المنظومة والبقاء في السلطة مدعمة من قوى عظمى اللي هي روسيا، من قوة ميليشيا واضطهاد اللي هي التدخلات الموجودة. أعتقد الإشارة على تركيا. بالمناسبة لست بصدد الدفاع عن أي دولة
ذكرت إعلاميا في كل المنابر والمحطات: أنا لا أريد قدما أجنبية على أرضي مهما كانت. بالنسبة لي أنت الأهم، أنت ابن بلدي. هذه هي القصة. وعمليا الأمر الذي كان يستفيد منه النظام خلال العقود الزمنية الماضية هو يشعر المسيحي تجاه السني بالعداء، يشعر العربي تجاه الكردي بالعداء، الكردي يشعر بالعربي مضطهد. العربي لم يضطهدك، والله لم يضطهدك. عمليا هناك من اضطهد العربي والكردي معا، من اضطهد السني والمسيحي والدرزي وغيره. هناك منظومة استبدادية لا طائفة لها إلا الاستبداد والظلم والقهر. هذا الذي عشناه، وهذه هي المأساة الأساسية. ربما يبدو كلامي أو يسمع ككلام مثالي، لكن هو النجاة الوحيدة بالنسبة لنا. ونتمنى سوريا تنجو بإنجاب المزيد من الوطنيين المحترمين أمثال الدكتور يحيى العريضي. نعود إلى الدكتور إسماعيل حساف. أهلا وسهلا مرة أخرى دكتور إسماعيل، تسمعوني الآن؟ دكتور إسماعيل؟ دكتور، يبدو الدكتور إسماعيل عنده مشكلة فنية بالنت. دكتور إسماعيل أهلا وسهلا مرة أخرى، تسمعوني؟ هل تسمعوني دكتور إسماعيل؟ ايه انا معك. ايه تسمعني؟ تماما. دكتور إسماعيل، الدكتور يحيى ذكر أنه الوطن للجميع وعلى الجميع أن نبني هذا الوطن، الجميع، ويقول ويندد بكل من يجلب جنديا آخر لاحتلال أي جزء أو شبر من أرض الوطن، وطن سوريا. دكتور، أنت عضو الأمانة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني الكردي الذي هو عضو بالائتلاف السوري. لماذا الائتلاف لحد الآن يرفض الفيدرالية؟ لماذا يرفض حتى تغيير اسم الجمهورية العربية السورية للجمهورية السورية؟ وحتى أنتم بالمجلس الوطني الكردي منذ التأسيس كنتم تطالبون بنظام فيدرالي. الآن أصبح التوجه نحو مصطلح جديد هو اللامركزية. اللامركزية يعني مصطلح مبهم. تفضل لك الكلمة دكتور اسماعيل والتعليق. يعني حقيقة إذا عدنا إلى دستور سوريا 1920 كان نظاما اتحاديا طرحه الملك يعني هذا نزار فيصل. في عام 1928 الدستور السوري لأول جمهورية كان دستورا منفتحا على الجميع، وعندما توفي فوزي بيك الغزي العقل الواضح لهذا الدستور خرج الناس وقالوا لقد مات واضع الدستور لكن الدستور يبقى حيا. هذا الدستور للأسف غيروه في عام 1961 بمجيء بالحدوث الانقلاب العسكري آنذاك. غيروا اسم السورية من تسمية الجمهورية السورية إلى الجمهورية العربية السورية. وهذا الأمر نحن نعلم أن الحركة الكردية في سوريا أقدم المعارضات منذ نشوء خيبون 1927 ونشوء الحزب الديمقراطي الكردستاني فيما بعد الكردي 57 من أقدم المعارضات. وعندما كان الشعب السوري والمعارضات السورية خائفة أن تخرج إلى الشارع كان الكرد يقومون بالمظاهرات، ونعلم انتفاضة قام بشلو 2004. وإذا أردنا حقيقة أن نبني دولة سليمة ودولة قوية فيجب أن ننطلق منذ البدايات إلى وضع أسس صحيحة لسوريا الجديدة.
أما الوقوف يعني أن الخروج الأجنبي وإلى آخره، فالأجنبي سيخرج عاجلا أم آجلا، ولكن المسألة كما قال، يعني أشيد بما قاله فوزي الغزي أيام وضعه للدستور السوري وخطابه في عام 1928 أمام المجلس التأسيسي، قال: الأمم لا تموت أيها السادة إلا إذا أراد لها أبناؤها هذا الموت. وبالتالي فإن للأسف الشديد أن النخبة المثقفة في سوريا يعني طرحها ومفاهيمها قريبة جدا، بل يعني أحيانا أسوأ من طرح الدولة، من طرح النظام السوري فيما يتعلق بمسألة الدستور ومسألة الوجود الكردي. وهذه مسألة خطيرة جدا. يعني إذا كان من البداية نسير على هذا النهج الشوفيني الرافض لوجود قومية كردية ونضع أسسا صحيحة لبناء دولة اتحادية، فهذه مصيبة سوف تبقى سوريا لفترة طويلة تعاني من هذه المشاكل. ولكن دكتور إسماعيل، أنتم بالمجلس الوطني الكردي وعضو بالائتلاف لحد الآن، أنتم كمجلس تنازلتم وأصبحتم تراعون المشاعر العاطفية للائتلاف حينما تطرحون عبر وسائل الإعلام، وأصبح الشارع الكردي يمل منها مثل اللامركزية المبهمة. فلماذا نحن لم نتنازل عن الفيدرالية، يعني لا زلنا ندافع عن هذا الحق في الدستور. المشكلة أن المعارضة السورية يعني حقيقة تريد أن تبقى سوريا قاعدة للأجنبي بهذا الطرح. يعني نحن نعلم جميعا بأن سوريا دولة فيها قوميتان، القومية الكردية والقومية العربية، ولولا وجود يعني دليل على ذلك أن المشروع الإحصاء أقليات أخرى دكتور، وأقليات قومية أخرى ودينية أخرى، أقليات أخرى، تركمان وشركس وأرمن والمسيحيين والكلدان أشور كلهم موجودين. لكن القوميتان الأساسيتان حيث تم ضم قسم من كردستان مع القسم العربي، وبالتالي هذا لا بد من الاعتراف به. وكما قال الدكتور كمال اللبواني منذ فترة، حقيقة الذي عرض نفسه كشخص ديمقراطي يطرح بأنه يجب الاعتراف بالشعب الكردي في الشرق الأوسط والأدنى كرابع شعب إلى جانب الفرس والأتراك والعرب. أما تجاهل القضية الكردية كما فعلها البعث منذ 50 سنة، فهذا أمر سوف يهدد إلى عرقلة المسيرة السلام والاستقرار، لأن حقيقة المسألة الكردية مسألة مزمنة في سوريا، وبدون حل القضية القومية ومنها القضية الكردية سوف لن تعم الاستقرار والأمن في سوريا. ونحن في الائتلاف وليس في المنطقة ككل، يعني الشرق وفي المنطقة ككل. أنا عندما طرحت هذا الموضوع التاريخي لا أبغي من وراء ذلك نحن بصدد تشكيل دولة كردستان، لا، نحن سوريون وجميع برامجنا تدعو إلى وحدة سوريا وحل القضية الكردية في الإطار السوري. ولكن النخبة المثقفة السورية والمعارضة يرفضون جملة وتفصيلا جميع المبادئ الأساسية المتعلقة بالمسألة الكردية. يعني الإدارة الذاتية كان في عهد البعث، أيضا هناك نظام محافظات. ما الفرق بين نظام محافظة ولا مركزية؟ هي نفسها ولن تغير شيئا. وأن هذه السياسة للمعارضة حقيقة يعني هي تؤسس لحالة انفصالية أو لحالة روح يعني انفصالي، رد فعل لدى الفئات الأخرى من الكرد وغير الكرد. يعني مثلا نأخذ العراق 1993 كان الإقليم كردستان منطقة شبه دولة، ومع سقوط النظام البعث 2003 كانت كردستان شبه مستقلة، والكرد شكلوا دولة العراق الفيدرالي في العراق. الآن
بعد مرور كل هذه السنوات لا زالت بنية العقل العربي الموجودة في الدولة العراقية رافضة لحل المسألة الكردية. وهذا الأمر أيضا يتعلق بالأخوة السوريين، وبالتالي فإن هذا الطرح سوف يفتح المجال لتدخلات أجنبية، وسوف يهدد الأمن الوطني شئنا أم أبينا، لأنه بدون الحل القضية القومية في سوريا سوف لن تأتي الديمقراطية بأي شكل من الأشكال. وبالتالي فإن شخص مثل الدكتور يحيى العريضي، وكمعارض ودارس في أمريكا الدولة الديمقراطية، أول دولة تضع دستورا اتحاديا، وساكن في فرنسا بلد الثورة الفرنسية، يعني أعتقد أنه يجب النظر إلى الوضع بشكل عقلاني وبشكل واقعي. فالكرد حقيقة، يعني القضية الكردية حقيقة، وأنا ممكن يعني أشير ببعض الآراء إذا كانت تعطوني المجال، أو بعد رد الأخ يحيى العريضي على هذه المسألة. تفضل بس باختصار شديد. يعني مثلا إذا أردت أن بعض الآراء المتعلقة مثلا الآراء بعض العرب، لا دكتور اسماعيل، ليس آراء العرب، يعني ما يعني مثلا أعطيك تعليق على ما قاله الدكتور يحيى العريضي. لا تفضل. لا أنت هل لك تعليق على كلام الدكتور يحيى العريضي؟ الدكتور يحيى العريضي يعترف يعني وقال يعني شعب أصيل يعيش على أرضه في سوريا. نعم. الدكتور يحيى ببداية الحلقة أكد أن الكرد شعب أصيل يعيش على أرضه تاريخيا. يعني أنا أشكر هذا الطرح، لكن النظرية لن تكفي. يعني أنا عندما عرضت مقدمة تاريخية حاولت أن أبين في هذه المقدمة أن هناك ظروفا تاريخية معينة أدت إلى تأسيس دولة حديثة لسوريا، يعني سواء كان سوريا أو العراق، يعني هي دول كانت تحت انتداب الفرنسي البريطاني، وتشكلت بدمج قوميتين ومع القوميات الأخرى. ومن هنا فإن الفصل في هذه المسألة يجب الانطلاق من حقيقة تاريخية، أن هناك في سوريا شعب كردي له أرض وله صاحب، يعني له تاريخ خاص مميز. يعني للكرد وطن هو كردستان، وللعرب وطن، وبالتالي جزء من كردستان ضم إلى سوريا، ونحن سوريون. لكن يجب حل هذه المسألة في إطار الاعتراف المتبادل بين القوميتين وحماية حقوق الآخرين. أما الإدارة اللامركزية فهذه سوف لن تلبي لا مطالب الشعب الكردي ولا مطالب سوريا عموما، لأنها لن يعني كجسم مريض يحتاج إلى علاج نهائي وليس إلى علاج يعني مؤقت مزمن. تمام، هذا ما سنقوله إلى دكتور يحيى العريضي. دكتور يحيى العريضي، بس دقيقة إذا سمحت لي، يعني مثلا الأستاذ هلال ناجي حقوقي يقول إن القومية الكردية حقيقة واقعة، وإن من صالح القومية العربية أن تعترف بحقهم في تقرير مصيرهم ضمن اتحاد فيدرالي أو كونفدرالي، فيكون هذه بداية تعاون وإخاء مستديم، وإلا فهذا الشعب سينال حريته بقوة السلاح عاجلا أم آجلا. ثم يقول أن الشعب الكردي يشكل أمة لها كل مقومات الأمم من أرض ولغة وتاريخ وعادات وتقاليد وأحلام وتطلعات، ونحن كعرب يجب كما نحب الحرية لنفوسنا أن نحبها لغيرنا أيضا، وأن التاريخ العربي والكردي دائما تاريخ محبة وتعاون. ومن هذا المنطلق ندعو المثقفين والمعارضة أن يغيروا من بنية العقل العربي الموجود للأسف، الذي هو نتاج المنهج البعثي
والبرجوازية العربية والضباط القوميين الذين أرسوا مناهج، يعني مناهج شوفينية في سوريا. يجب يعني العمل من أجل تغيير بنية العقل لدى الآخرين في هذا المجال، والانطلاق نحو وضع مفاهيم ومصطلحات جديدة مفيدة لكل سوريا. شكرا. أشكرك دكتور إسماعيل. دكتور يحيى، يعني حينما نطالب بالحقوق لا نطالبها من العربي الذي نعرف أنه مقموع أيضا، يعني ما بعرف انقطاع، ولكن سنستمر يعني. دكتور، العربي السوري كما أنت تفضلت كل السوريين مقموعين نتيجة الأنظمة الدكتاتورية، فالميثاق الجديد الذي تطرحه أنت والدكتور إسماعيل وكل أحرار سوريا أن يكون هذا الميثاق يضمن الانتماء الحقيقي للوطن. هذا الانتماء الوطني أو التعريف أو المتعدد لمفهوم الوطنية. هناك من يربطها بالحالة الديمقراطية، هناك من يربطها بالحالة الجغرافية. دكتور، الشأن ما بيننا نحن كسوريين، يعني سوريا بجغرافيتها الحالية رسمت وفق معاهدة سايكس-بيكو، لم تكن لي مشيئة في تأسيسها ولا لك، سواء كعربي أو ككردي، إنما فرض علينا. ولكن حينما نرى أن أحد مكونات هذا الوطن مضطهد، كل أبناء الوطن مضطهدين طبعا، ولكن الاضطهاد الكردي كان مضاعفا، وإلى هذه اللحظة حيث نرى اليوم للأسف جرائم ما يحدث في عفرين تحديدا يتلذذ بها غالبية قوى المعارضة. لذلك رسالتك دكتور، نحن قربنا على النهاية، يعني رسالتك إلى القوى السياسية، إلى الشخصيات الوطنية السورية. نحن نعلم أن الحقوق لا توهب إنما تؤخذ، فلنأخذ حقنا جميعا أنا وأنت من يحاولون نسف حقوقنا، سواء بالعنف المستبد من القوى الخارجية أو من العقائد الإيديولوجية العنصرية. تفضل دكتور يحيى. تفضل. أنا حقيقة لم أسمع لهذه الجلسة، وخاصة أولئك الذين يكتبون بعض التعليقات الهامة التي أستطيع أن أقرأ بعضها على الشاشة. تفضل دكتور، تفضل. الأستاذ خليل قادر كما أقرأ، وأعتقد تماما حساسة ومهمة جدا لا بد من أخذها بعين الاعتبار. هذه الثقة عن إمكانية استعادة سوريا لوضعها الطبيعي السوري بمختلف تجلياته أو أشكاله، أكان اجتماعيا أو اقتصاديا أو عسكريا أو نفسيا أو مخدراتيا إلى آخر. أننا نحتاج واحدنا إلى الآخر، ولا أستطيع أن أقاوم ذلك المستبد الخارجي عند الروس أو من أي نقطة في الدنيا. لا أستطيع أن أقاوم هذا الغازي، هذا الطامع، وهذا المستبد الداخلي، إن لم أشعر بمنظوميتك وأيضا تميز أنت بأنني معك في حالة لن تتمكن من من أخذ حقوقك، ولن أتمكن أنا أنا ذكرت الثقة التي بين يدينا، لدينا قرارات دولية
مهمة جدا تتحدث عن تغيير، عن انتقال سياسي في البلد. هناك ملفات إجرامية تتراكم وتفتح في مختلف المحاكم الإقليمية في أوروبا، وأيضا إضافة إلى ذلك من يستشعر الوضع الذي هم فيه، من يحموهم حمتها روسيا، ومن يحمي الظالم أيضا مدان، من يحمي المجرم أيضا مرتكب. جانب آخر، تعرفون أن هذه العقوبات التي تستمر بعد يوم هي تخنق تلك العصابة. صحيح بشكل أو آخر وأكثر، إلا أن مأساوي جدا، أنا أدرك ذلك. هم مستنقع، ومن هم موجودون الآن يريدون أن يخلقوا التوتر حتى يشغلوا العالم. أعتقد أن هذا العالم كما السوري، لكن السوري مضاعف وضعه، تعبوا من هذا الوضع، وأعتقد أن النهاية أضحت قريبة. لكن نحتاج الآن أن نكون يد واحدة. أنا أحتفظ بذاكرتي وبقلبي وبروحي ما تعاني منه، وعليك أيضا أن تحتفظ بذهنك ما أعاني منه حتى نعيد بلدنا إلى سكة الحياة. أيضا تعليق آخر ضمن المكون الكردي، أنا لا ألتفت إلى ذلك، ونريد أن نتخلص من هذه المظلومية ومن هذا الظالم الذي مارسها. هناك أيضا أخوة آخرون طرحوا أمور كثيرة حقيقة لابد أن نقاربها، كما يتحدث عن مستقبل المعارضة. ما هو مستقبل المعارضة بعد الخلاص من هذه المنظومة الاستبدادية؟ أستطيع أن أتحدث عن نفسي وعن جملة من الأشخاص. أنا لا أعتبر نفسي معارض، لا أقبله على أحد، ولو قابلته لكنت بقيت حيث كنت يعرف الناس كيف كان وضعي، لكن لم أقبل ذلك. حاولت بالبداية أن أنصح بعدم استخدام عسكرية، وحذرت من أن البلد كآخرين من أن البلد سيكون فيه دم كثير، سيدمر. لكن ذلك الكلام قدرت ظهر الجانب الآخر، مستقبل هؤلاء الناس. والآن أعتقد هناك من يطمح، وعن كثيرين لا نريد أن يعودوا إلى بلد يعتزون به، بلد الحضارة البشرية، بلد مهم جدا لنا جميعا، وأعتقد نحتاجه ونستحقه ويستحقنا هذا البلد لنا جميعا، أكنا كردا أم عربا أم سريان أشوريين أم تركمان، كل الأصناف نحن تحت سقف القانون، وسنعيد سوريا إلى ذلك، وهذا مصدر ثقتي، وأراها قادمة. قد تطول لكن نعمل عليها ونحتاج جهود الجميع. وذلك كلنا ننشده ونتمناه، ولكن دكتور أخشى ما أخشاه أن يكون حالنا وحال المعارضات العربية بتذكرنا بعام 48 حين نشوء دولة إسرائيل ورفض العرب المطلق لها، وقالوا سنرميها بالبحر، وبعدها قرارات 67 العودة إلى حدود 67 رفضوها، والآن لم ينالوا شيء بنتيجة إصرار والتعنت، يعني لم ينالوا أي جزء. يعني الدولة الفلسطينية راحت، لو العرب اعترفوا بقرارات الدولية العودة إلى حدود 67
كان فلسطين الآن دولة. نحن الآن نتمنى دكتور ألا يكون هناك تعنت نتيجة التعصب القومي. دكتور يحيى، دكتور إسماعيل، ليس ما يعود. دكتور يحيى سنعود إليك اليوم. ما بعرف ليش النت والحالة التقنية متعبة عندنا جميعا يبدو. دكتور أنا سألت دكتور يحيى ونفس السؤال لك دكتور. الرفض الآخر لأي حق من حقوق شركاء شريكه بالوطن، ألا يشكل ذلك مقدمة لانقسام ذلك الوطن، لهدم ذلك البيت الذي نسميه وطن؟ الوطن لن يأتي إلا باعتراف بالآخر، احترام حقوق الآخرين الموجودين. هنا أريد أن أشيد بما كتبه دكتور كمال لبواني في 8/9 مقالا في موقع الليفانت تحت عنوان مشروع الدولة الكردية القادمة، تتضمن رؤية جديدة من الطروحات والأفكار. ويطرح الكاتب نفسه كديمقراطي حامل لرفع تصوير مسار رؤية المثقف العربي في الاتجاه الصحيح تجاه المسألة الكردية. يقول: اسمعوا نصيحة بورقيبة، مثل ما قلت يعني أستاذ سليمان، واعترفوا بالقضية الكردية. عام 1947 المشروع السوفيتي كان تشكيل دولتين، دولة لإسرائيل ودولة فلسطين، رفضها العرب ودخلوا في حرب، انهزموا بعد 5 أيام، وبالنتيجة 1993 وقعوا على اتفاقية أوسلو بإنشاء حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة والغزة. المسألة أستاذ يحيى يعني يتحدث عن الوجود الأجنبي، نحن لسنا مختلفين معه في هذا المجال، ولكن نحن بصدد مسألة بناء سوريا الجديدة. أولا، حتى تنجح هذه الدولة يجب تغيير اسم سوريا من تسمية الجمهورية العربية السورية إلى الجمهورية السورية، لأن إضفاء طابع العروبة على الجمهورية يعني إلغاء للآخر، للكرد والآخرين أولا. ثانيا، يجب الانطلاق من الاعتراف بالشعب الكردي في الشرقين الأوسط والأدنى كرابع أكبر قومية إلى جانب العرب والفرس والأتراك. هذا من ضمن الضرورات التي تتطلبها المرحلة. والشعب الكردي في سوريا جزء من سوريا، ولكن يجب الاعتراف بأن سوريا دولة اتحادية مكونة من قوميتين أساسيتين، العرب والكرد. ثانيا، وأنا وياك نطالب الزميلة أفين إبراهيم بالاتصال مجددا بالدكتور يحيى العريضي. وصلنا إلى النهاية ليكون له كلمة. دكتور تفضل. يعني المسألة إن شو يعني مطالبة المعارضة بطرد الأجنبي وإنشاء دولة سورية جديدة. يعني إذا كانت هذه الدولة الجديدة لا تعترف بحقوقنا، فما الفرق بين البعث وبين الحكومة الجديدة؟ يعني تكون واضحة المعالم. عانينا قرون، يعني عشرات السنين من المعاناة والظلم والمشاريع العنصرية والتجاهل وحرمان من حقوقنا. يعني مثلا ليس هناك وزير كردي أو يعني شخص يعني في السيادة في الدولة السورية. مناطقنا كلها أهملت وثرواتنا أخذت لتبنى في الداخل السورية، يعني تطور الاقتصاد، بنية تحتية لسوريا، بينما مناطقنا لا فيها جامعة ولا فيها معامل ولا فيها طرقات. فإذا بقينا على هذه الشاكلة فما الفائدة من النظام الجديد؟
نحن نطالب بدولة ديمقراطية تعددية اتحادية تقوم على الشراكة والاعتراف المتبادل. دكتور اسماعيل، لنلغي كلمة نطالب، إنما لنعمل على تحقيق هذا. يعني الحقوق تؤخذ ولا توهب، يعني كما قال يعني نناضل، عندما نناضل يعني نطالب بحقوقنا من الطرف الآخر، وإذا هذا الطرف الآخر سوريا للجميع أن نبنيها كما نشاء جميعا وفق بالتوافق. سليمان، نحن ندعو إلى التوافق في العملية السياسية، يعني يكون هناك توافق بين المجموعات الموجودة في الاعتراف المتبادل بين الكرد والعرب والأقليات واحترام الآخرين. أما إذا انتهجنا نفس الأسلوب السابق في العملية السياسية، فعمليا سوف تبقى سوريا مريضة ولن تحل المشكلة السورية إلى زمن بعيد. أشكرك دكتور إسماعيل حصاف. دكتور، نحن وصلنا إلى نهاية الحلقة، لك الكلمة الأخيرة. كان بودنا أن يستمر معنا الدكتور يحيى العريضي، وهو صديق شخصي وصديق للشعب الكردي وإنسان له حضوره في الشارع السياسي السوري. نتمنى أن يعود، ليس ما يعود إذا أمكن. لك الكلمة الأخيرة دكتور إسماعيل. أنا الكلمة الأخيرة يعني أدعو أو ناشد النخبة المثقفة والنخبة السياسية في سوريا بأن لا تخاف من النظام الفيدرالي. الفيدرالية والنظام الاتحادي هو بالعكس هو تقوية للدولة، وعندما نطرح هذا المشروع فأننا يعني نريد أن تكون سوريا القادمة دولة قوية اتحادية سليمة. فمثلا في روسيا هناك عشرات الإدارات الذاتية والاتحادات، يعني في القفقاز وحدها هناك أكثر من 50 نموذج. فلماذا الخوف من النظام الاتحادي؟ بالعكس، يعني النظام الاتحادي جميعنا سوريون ونطمح إلى تأسيس دولة سورية حرة ديمقراطية تعددية اتحادية لطرد الأجنبي وتكون دولة قائمة على العدالة والمساواة. تمام. شكرا. دكتور يحيى، نورتنا مرة أخرى. لاحظت وهذه الثاني مرة أنت ضيف برنامجنا، يعني الإصرار الكردي إن كان إعلاميا، إن كان سياسيا، إن كان شعبيا، يعني الغالبية المطلقة إن لم نقل الكل يطالب بسوريا الفيدرالية، فيدرالية للجميع، فيدرالية وحدة، تمثيل الوحدة الوطنية وليس تقسيمها. يعني وأنت في دولة أوروبية فيها نظام فيدرالي، الدول المتقدمة كلها ذات أنظمة فيدرالية. فلماذا دكتور هذا الخوف من قبل السلطة السورية ونخب المعارضة؟ حتى المثقف العربي يرفض يعني الاعتراف. ألا يذكرك بذلك الرفض العربي بحدود بدولة إسرائيل، وكانوا بده يرموه بالبحر، ثم بعد قرارات مجلس الأمن دعا إلى تأسيس دولتين والعودة إلى حدود 67 ورفضوها ولم ينالوا شيء، والآن يطالبون بجزء ما كان. دكتور يحيى، يبدو اليوم النت فعلا يعني مشكلة كبيرة. يعني عندي هنا في أربيل وفي ستراسبورغ بفرنسا النت كمان يبدو متعب. نحن وصلنا إلى نهاية البرنامج. نشكر الدكتور يحيى العريضي اللي كان معنا وكان له كلمة، ودائما هو من أحرار شخص مناضل من مناضلي من أحرار سوريا الذي يطالب
بالحقوق القومية وقالها هنا أنه وقليلين جدا منهم يقولون أن الكرد شعب يعيش على أرضه تاريخيا. دكتور إسماعيل حساف، أشكرك جدا جدا، ونتمنى أن نلتقي في حلقات مقبلة نقاش أوسع والتقنية أفضل. شكرا لك سليمان. إن شاء الله يعني التيار الكهربائي اليوم ما ساهم معنا والله، ما استفدنا كثير. ولكن نتمنى من تجار وطننا، من الشخصيات الوطنية اللي ممكن أن يساهم في نجاح الكلمة الحرة، نجاح الكلمة الحرة التي بها نبني الإنسان والوطن الحر الكريم. نتمنى أن يساعدونا لنطور طيف تي في إلى قناة فضائية، من قناة افتراضية إلى فضائية. نأمل من أحرار سوريا وخاصة تجارها أن يساهموا، ليس طيف تي في وإنما كل منابر الديمقراطية الحرة التي تنادي بتحقيق وكرامة الإنسان السوري. شكرا سليمان، لكم موفقية إن شاء الله يعني في هذا المجال. الدكتور يحيى، نحن كنا وصلنا للنهاية يعني تشرفنا أنه سنعطيك الكلمة الأخيرة. ماذا تقول؟ هل سمعتني أنه الإصرار الكردي شعبيا رسميا إعلاميا على الشكل الفيدرالي للدولة السورية القادمة ورفض النظام وكل المعارضات لذلك، ألا يذكرك برفض العرب لدولة إسرائيل وللعودة لقرارات المجلس الأمن الدولي العودة إلى حدود 7 حزيران؟ يبدو فعلا النت لم يساعدون نهائيا. دكتور إسماعيل، أشكرك جدا جدا على حضورك، ونعد أنه نلتقي في حالة تقنية أفضل. دكتور سباس سركفتيب إن شاء الله. سباس. الله يسلمك. مشاهدينا الأعزاء، فعلا يعني نعتذر اعتذارا كبيرا لكم أولا وللدكتور يحيى على حالة التقنية، النت، ضعف النت وظروف هذه حال يعني هذه الحلقة والأخطاء التقنية تشبه الحالة السورية العامة، يعني تقاطعات وانقطاعات بكل مناحي الحياة. مشاهدينا الكرام، نحن في الخميس القادم يصادف ليلة رأس السنة وعام نهاية عام 2020، عام اللي كابوس، عام اللي أكثرية البشرية عانت، عام مليء بالويلات، عام كورونا، عام دمار. نتمنى أن يكون عام 21 عام خير وسلام لشعبنا. نعتذر ونوعدكم بأن الحلقة القادمة من برنامجنا سيكون يوم الجمعة. دكتور يحيى، نورتنا مرة أخرى. دكتور، ما بعرف شو قصدت، هل سمعت سؤالي الأخير؟ والله لم أسمع سؤالك الأخير. حاولت أنا أقصى جهدي تقنيا، لكن يبدو أن النت عندكم ما واضح. أنا بشكرك دكتور سليمان، وبشكر الأخ إسماعيل. أنا لست دكتور. سؤالي الأخير سأعيده عليك. سؤالي الأخير دكتور سأعيده عليك. تفضل. طالما عدت دكتور، السوريون بشكل عام والكرد السوري تحديدا مصرين شعبيا يعني جماهيريا وإعلاميا وسياسيا على أن تكون شكل الدولة القادمة فيدرالية، والمعارضات والنظام مصرة على رفض ذلك. ألا يذكرك الرفض برفض العرب لقيام دولة إسرائيل، وثم القرارات مجلس الأمن الدولية بالعودة لحدود 7 من حزيران، والآن يطالبون بجزء ما ورد، بجزء بسيط مما ورد في تلك القرارات الدولية ولم ينالوها. ألا تخشى رفض الشارع السياسي بالنظام والمعارضات للفيدرالية يشكل تهديدا، سيندمون ندما كبيرا على ذلك، تهديدا لمستقبل سوريا؟ دكتور سليمان،
المسألتان مختلفتان تماما. القضية السورية تختلف تماما عن القضية الفلسطينية. في فلسطين أتت مجموعات من مختلف أصقاع الأرض واحتلت بناء على وعد مشؤوم تلك الأرض. بالنسبة ونفس الحالة عندنا في لسوريا سوريا، ما في واحد عالمي اجى على سوريا واحتل ارض سوريا. ايران تحتل، روسيا تحتل، تركيا تحتل، يعني كل العالم تحتل، يعني امريكا تحتل. عفوا، بالنسبة لسوريا كانت عمليا إضافة للاحتلالات التي تتحدث عنها كانت محتلة من قبل منظومة استبدادية. وهنا الفرق الأساسي. بالتاريخ يندر أن تجد نظام يقتل شعبه. هذا هو الفرق الأساسي. أعتقد أن المسألة عرض في ذلك الوقت وأبو رقيبة قال شيئا حول فلسطين ثم جرى الندم عليه ورفض، ثم بدأ البحث عنه والتمسك به والرغبة بوجوده. هذه مسائل مختلفة عن طرح مسألة الفيدرالية والندم عليها لاحقا أو شيء من هذا القبيل. هناك نتحدث عن حق في بلد، عن وطن. هنا نتحدث عن نظام أو منظومة سياسية من حق السوريين جميعا أن يقرروا الشكل الذي ستكون عليه دولتهم. هذا من جانب. من جانب آخر أعتقد وكما ذكرت في حديثي أن شكل الدولة ونظامها السياسي وعندما يكون تحت سقف الوطن وبرعاية القانون الذي يحترم الجميع ومساواتهم وسيادة الوطن ومنعته والتساوي بالحقوق وعدم الاعتداء واحد على الآخر، هذا هو الشيء السليم الذي ينقذ بلدنا. هذا بشكل أساسي. أعتقد أننا نختلف عن المسألة الفلسطينية، وأعتقد أنها تتفرد، الحالة السورية تتفرد عن مختلف القضايا العالمية بهذا الجانب. الأمل كبير بأن السوريين في لحظة من اللحظات سيستعيدون وطنهم ويعيدون بناءه. تماما، أشكرك جدا دكتور يحيى العريضي. نأمل ذلك كلنا، نأمل أن نعود إلى سوريا، أن نعود إلى سوريا التي ننشرها جميعا، ننشرها كأحرار وليس كمرتزقة يأتمرون بأوامر قوى عدوانية. يعني دكتور إسماعيل، ممكن يعني آخر، يعني أتمنى أن الشعب العربي وخاصة النخبة السياسية الواعية والعلمانية، فالشعب العربي عانى طويلا من التتريك على يد العثمانيين ومن الفرنسة في المغرب العربي والمشرق العربي على يد العثمانيين، وناضلوا من أجل تحرير بلادهم أن لا يحاولوا فرض التعريب أو العروبة على الآخرين كردا وغير الكرد. ثانيا، نحن بسوريا حقيقة بحاجة إلى شخصية مثل جنرال ديغول الذي عندما استلم السلطة في فرنسا، والدكتور يحيى الموجود الآن بستراسبورغ، اعترف بحقوق الجزائريين. نتمنى أن تكون سوريا القادمة سوريا صحية اتحادية علمانية ديمقراطية تعددية، وإلا فإن جميع السوريين سيعانون من المشاكل ومن العنف ومن الاضطهاد ومن عدم الاستقرار لفترات طويلة جدا. حل المسألة الديمقراطية في سوريا تبدأ بحل المسألة القومية، وعلى رأسها المسألة القومية الكردية مع توفير حقوق جميع الأقليات والطوائف الأخرى في البلاد. وشكرا للأستاذ يحيى، ونتمنى أن يكون له تأثير ودور في سوريا المستقبل على أسس ديمقراطية وعلمية. وشكرا.
وشكرا لك أستاذ سليمان على هذا المجال. أشكرك. بآخر دقيقة دكتور يحيى، إذا كان لك رد أو آخر كلمة توجهها للشعب السوري. نحن حلقات، يمكن مئات الحلقات لا يكفي عن بحث الوضع السوري، عن مفهوم الوطنية، عن مفهوم الديمقراطية، علاقة الوطن بالديمقراطية، علاقة الوطن بالحرية، كلها مصطلحات نتمنى أن تشفى منها الحالة السورية وتعود إلى الحالة التي ترضي الجميع. تفضل دكتور يحيى. لدي كثير الشعب العظيم، شعب الجبار، نحن لا لأنفسنا أفراد ولم ننتخب ولا ندعي تمثيل كل الناس. نحن فقط، أنا شخصيا أتصرف بضميري وبتربيتي ومن أجل أطفال سوريا، ومن أجل هؤلاء الذين قضوا بسبب الاستبداد والاحتلالات، ومن أجل أمهات. حقيقة لا أحد في الدنيا يعرف المشاعر التي يعيشون السوريون. يتفردوا بهذه المعاناة، وأعتقد أنهم دفعوا الفاتورة الأكبر. جميل عليهم، هم دفعوا الفاتورة كاملة، وأعتقد أنهم يستحقوا أن يستعيدوا بلدهم. الآن نتحدث عن أكثر من 10 ملايين إنسان تبعثروا داخلا وخارجا، ويستحقوا أن يعودوا عودة كريمة في بيئة أمنة حرة، في بلد مستقل لا احتلال فيه ولا غريب فيه. وكما ذكرت يبدو قطع النت. أختم بالشكر الجزيل للدكتور يحيى العارضي الذي شاركنا حلقتنا، وكل الشكر لك دكتور إسماعيل حساف، ونعيدكم باستضافات بلقاءات أخرى، وتكون الحالة التقنية والحالة السورية في أحسن وضع نرجوه جميعا. مشاهدي الكرام، كل الاعتذار لكم أولا على ضعف الحالة التقنية، ضعف النت، سواء عندنا في أربيل بعاصمة إقليم كردستان العراق أو في حتى فرنسا. وانتظرونا يوم الجمعة القادم، برنامجنا كل خميس، ولكن لظروف رأس السنة الجديدة سيكون 1/1/2021. الحلقة بنفس الوقت، الساعة 9 بتوقيت أربيل، والثانية بتوقيت قاميشلو، والسابعة بتوقيت أوروبا. انتظرونا يوم الجمعة، ستكون حلقة استثنائية مع الدكتور حازم النهار والمهندس صلاح علمداري. وكل عام وأنتم بألف خير، ودمتم بألف خير وبرعاية الله. كل الشكر دكتور إسماعيل.